ايه اللي ممكن تستخدمه كمان؟ الواي بروتين. الواي بروتين يمكن ذكرته في الاخر مش عشان هو مش مهم، بس عشان انت تقدر تعوضه بكميات كفايه جدا من اكلك. لكن وارد جدا تبقى انت محتاج جرعات منه قليله على مدار اليوم او بعض الحصص التدريبيه، ما تزيدش عن مره في اليوم، بالكتير قوي مرتين لو انت حتى مش قادر تعوض اكلك. وبالتالي فانت عندك منظومه مهمه جدا من السبلمنتس اللي ممكن ايفن حتى تساعدك اكتر واكتر. في ناس بيبقى عندها مشاكل في الاكل، فممكن تستخدم البروتين بارز، مش قادر توفر كميات الاكل المطلوبه او عنده مشاكل في ان هو يوفر احتياجاته من الطعام او من الوجبات على مدار اليوم، فممكن يبدا يستعيض بنسب البروتين الكبيره في الاكل بحاجه بديله ليها. زي ما ذكرنا الواي بروتين اللي فيه منه انواع بقى كتير، ايشي كونسنتريت ويشي ايزوليت ويشي كازين، وكل حاله من دول ليها اللي ممكن تبدا تتعامل بيها معاه. البروتين بارز بديل مش افضل حاجه، ولكنها مسعفه. انا مش هقول لك على كل حاجه وحشه وحلوه، انا هقول لك على اللي ممكن تسعف بيه نفسك في الامور اللي انت محتاج فيها سولوشنز، محتاج حلول. فانت اتكلمت عن بيتا الانين، اتكلمنا عن اوميجا، اتكلمنا عن فيتامينز، اتكلمنا عن كرياتين، اتكلمنا عن واي بروتين. فانت عندك حاجات كتيره جدا تقدر تستخدمها. واخيرا البري ورك اوتس او المنتجات اللي بتستخدم كداعم للطاقه قبل الرياضات او قبل فترات التدريب او قبل المباريات، في كتير منها في السوق. لو انا هتكلم عن الرياضه الحقيقيه او الرياضات اللي فيها متابعه للمنشطات والوعده، ابعد عن منتجات كتير منها، استخدم الحاجات اللي ليها تراستد سورسز او ان ليها معتمد او ليها سيرتيفيكتس ان هي خاليه تماما من المنشطات. وده هيفرق جدا مع لعيبه زي لعيبه الكوره والباسكت وكل الرياضات اللي ليها متابعه مع منظمه المنشطات او النادي المصري او الوعد العالمي. وبالتالي فلازم تكون واضح مع نفسك في استخدام البري ورك اوتس اللي هي اساسها ايه؟ المنتج اللي هتكلم عليه في الاخر وهو اخر حاجه دلوقتي، الكافيين. الكافيين من احسن دعائم الطاقه واحسن المنبهات اللي ممكن تساعدك كبري ورك اوت، وهو العنصر الاساسي تقريبا اللي موجود في كل البري ورك اوتس، وبيتفاوت بقى نسبه منهم وبين بعض من 200 250 300 حسب الشركه وحسب المنتج نفسه بينتج فين وحسب وزن كمان اللعيب والرياضي. الكافيين من احسن الستيمولنتس ومن احسن المنبهات للجهاز العصبي، بس اعرف انه ما ينفعش يتاخد باستمرار، هيحصل ادابتيشن. يعني ايه ادابتيشن؟ يعني تاقلم. يعني ممكن بعد فتره من استخدامك للكافيين تبقى الجرعه بتاعته مش مناسبه ليك، وبالتالي دايما وفر الكافيين لفترات الاحمال التدريبيه الثقيله او لفترات المنافسات. وبالتالي الكافيين تقدر تاخده بس مش بانتظام عشان تحس دايما بايه؟ باثره. ويبقى كده اتكلمنا بسرعه من غير ما نوجع دماغ الناس في كميات من المنشطات او كميات من الحاجات اللي ممكن تكون سيئه لجسمك، ابعد عنها تماما. ويبقى انت فهمت يعني ايه مكملات، فهمت تستخدمها ولا لا، تستخدمها ازاي. ولازم تعرف انها دايما تبقى تحت اشراف طبي اند ميديكال سوبرفيجن، انت ما بتاخدهاش بافراط، ما ينفعش تاخدها كتير لان الكتير من الصالح ممكن يقلب لايه؟ لطالح، وبالتالي تبقى ساعتها المكملات مضره مش مفيده.